يقول الإدريسي: وليس لهم مدينة يأوون إليها إلا مدينة نول لمطة، ومدينة آزك للمطة أيضا. فأما مدينة نول الغربية فمنها إلى البحر 3 أيام، ومنها إلى سجل ماسة 13 مرحلة. ومدينة نول مدينة كبيرة عامرة على نهر يأتي إليها من جهة المشرق، وعليه قبائل لمتون ولمطة، وبهذه المدينة تصنع الدرق اللمطي. الواد بين لمطة ولمتون الذي تطل عليه مدينة نول لمطة ويأتيها من جهة المشرق، وهو واد نون الوحيد بالمغرب. لذلك يقول الإدريسي: فأما بلاد نول الأقصى وتازكاغت فهي بلاد لمتون الصحراء، ولمتون قبيل من صنهاج، وصنهاج ولمطة أخوان لأب واحد وأم واحدة. يعني أن نول لمطة المغربية تتواجد بيمين النهر، والتي في الأيسرية الجنوب تابعة لقبائل لمتون المغربية. واسم وادي نون محرف عن اسم وادي نول. وطبعا ولد يوسف بن تاشفين بشمال قبائل لمتون بمدينة نول على ضفاف نهر نون المغربي، وقد أرسل درعا من حيوان اللمطة المشار إليه في كلام الإدريسي المتواجد بأرض منشئه لملوك الطوائف، كما قال المؤرخ ابن خلكان.